السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ يحيى، يسعد الله أيامكم. اليوم إن شاء الله عندنا هذا الفخذ. طبعا أنا شايلة العظم منه، فهسه راح أدقه شوية أدقه، يعني مو هواية، بس أنعم مالته لأن أريد أحشيه. راح أدقه شوية بالمطرقة وأرجع لكم. هسه ورا ما دقيته هسه راح اخلي البهارات. شوية بابريكا، 7 بهار، شوية زنجبيل، ما عندي فرش، اذا عندكم فرش حطوا، شوية كركم وملح. واذا اريد اخلي شوية خل ابيض. هاي راح اخليه لما احضر البرياني اللي اريد احشيه بيه. هسه راح اسوي البرياني. هاي حمصت بصل، انا يعجبني احمص بصل، انت نكهة كلش طيبة، كل ما يعجبه يعني لا يحط. طبعا خليت عندي دهن حار، كلش ريحته طيبة، وكاسرته يعني بين دهن الحار ودهن عادي. هسه خليت جزر، هسه راح اخلي بهارات. 7 بهار، دارسين، فلفل وقرنفل دقيته. طبعا راح اخليهن وشوية كركم، شوية قليل من الكركم، واحمسهن ويا هسه حطيت التمن وحمسته في الدقيقة ويا البهارات. راح اخلي المي والملح. راح ابدي ان شاء الله اركب التمن. حطيت طبعا عندي دهن حار، كاسرته بزيت شوية، خليت بهارات. هسه راح احمس شوية ويا التمن. بعد ما تحمس راح اخلي التمن. طبعا خليت مي، خليت ملح. اخلي شوية خل ابيض، خل او ليمون، لان انا هسه ما عندي ليمون، بدائل خل ابيض. طبعا بعد ما استوى التمن على النص، خليت ويا المجموعة من المكسرات، اللوز، الكشمش، القازو، الفسق الاخضر، البجوز، انتو حسب امكانياتكم. حطيت هسه الهيل بالاخير. هاي عندي بوتيتا مقلاية، راح امزجها. راح اخلي شوية وياها مدارسين تنطي نكهة اكثر. راح اخليه شوية يبرد وابدأ احشي الدجاج. حضرت كاسة بيها نايلون. طبعا راح اخلي قطعة اشوفكم احشيها. راح اخليها هيك، افتحها زين وراح اخلي بيها التمن. لاحظوا خليت التمن. هسه راح الفه بالنايلون واسويه على شكل نص كرة، والفه واخليه بالتبسي. التبسي طبعا حطيت للقاع زيت زيتون، وخليت طماطة وبصل ينشوي وياه. طبعا جهزن. شوف شلون صار، كأنما شلون الكوباية نلفها. هسه راح اخلي دبس فليفلة ويا ماي واخليه عليه، واغطيه نص ساعة، واشيل الغطاء اكثر من نص ساعة حسب الاستواء. وهسه راح اخليه على الفرن، عفوا بالفرن. نرجع لكم ورا نص ساعة. شوف شكلها، توني طبعا طول الساعة عندي، شلون شكلها والريحة تخبل. هسه راح نبدأ نقدمها. طبعا قسمتها، شوفوا الريحة شلون طيبة، ريحة الهيل. طبعا هاي حتى واحد يقدر يسوي دايت يقدر ياكلها. ان شاء الله تعجبكم تجربوها. من مطبخ يحيى. انتظرونا بأكلة قادمة.